تعالى اقول لكم طريقة التسوية المظبوطة للفراخ في الاير فراير، الفراخ المشوية. اول حاجة بسخن الاير فراير لمدة 3 دقايق او 4 دقايق، وبعد كده برص فيها قطع الفراخ بقطعها قطع صغيرة زي ما احنا شايفين كده. الاحسن ما تحطيهاش على بعضها او سليمة، هتاخد وقت كتير وهتاخد سوا كتير. هي لما بتتقطع كده التتبيلة بتشرب التتبيلة، بتبقى جميلة جدا. والفراخ بتبلها من بالليل في كيس واخليها في التلاجة للصبح، وبعد كده بسويها عادي. تتبيلة الفراخ موجودة على الصفحة بكل التفاصيل بتاعتها. بدخلها كده في الاير فراير، برصها وبظبطها على درجة 160 لمدة ربع ساعة. خلاص بعد الربع ساعة بفتح عليها والوقت خلص بتاعها، بقلبها بالشكل ده، بقلب كل القطع الفراخ الموجودة زي ما احنا شايفين كده. دي التسوية المظبوطة، اعملوها بس بالتسوية دي هتطلع معاكم طرية وجوسي وكمان مستوية ولذيذة جدا. فبقلب كل قطع الفراخ كده وبقفلها واظبطها تاني على الوش التاني ده بقى 160 برضو لمدة ربع ساعة عشان الفراخ تستوي من جوه كلها، ما نستعجلش على سواها. وبشغلها الربع ساعة دي بتبقى استوت من تحت ومن فوق. بفتح بقى عليها هتبقى معايا بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اقلبها تاني، هقلب كل قطع الفراخ. هي كده كمان اخدت وش اهو من تحت. هقلبها بقى كلها واظبط بقى الاير فراير على درجة 200 لمدة 10 دقايق بس. انا عايزاها بقى تاخد لون. هي خلاص كده استوت، انا عايزة بس تاخد اللون الكويس. وبدخلها لمدة 10 دقايق بس، هتاخد اللون على درجة 200، ودي اعلى درجة في الاير فراير زي ما احنا شايفين كده. هتاخد اللون في ال10 دقايق دول. تقدروا بقى تخرجوها في حاجة وتولعوا فحم على البوتاجاز ولا حاجة لو انتوا عايزينها بطعم الفحم، او تتعمل كده بجد رهيبة وطرية وجوسي. جربوا الطريقة دي بجد مش هتندموا، هتوفر عليكم كتير زي ما احنا شايفين تحفة.